الكلام اللي هقوله دلوقتي ده بيأكد من جديد على عظمه الحضاره المصريه وانها كانت غير اي حضاره ثانيه. تعرف ان المصريين القدماء كان عندهم فلاتر ميه؟ الكلام ده قدرنا نفهمه بعد 5000 سنه يا معلم. في كتير من البرديات والنقوش اكتشفوا ان المصريين القدماء كانوا بيستخدموا نبات اسمه المورينجا، بيجيبوا بذوره ويدعكوا بيه الاواني الفخاريه اللي هيحطوا فيها ميه النيل، وده علشان يحتفظوا بيها في بيوتهم. وبعد الدعكه المتينه دي بيسيبوا بقايا البذور في القاع مع شويه رمل صغيرين كده. هتسالني طب الرمل ده ليه؟ هقول لك والبذور اصلا عرفوا ازاي ان هي بتفلتر الميه؟ خليني اقول لك ان دكتور من جامعه بين ستيت الامريكيه اكتشف ان الطريقه دي كانت عبقريه بدرجه امتياز. اكتشفوا ان بذور المورينجا دي غير اي نبات، في بروتين موجب الشحنه عنده القدره على السيطره على البكتيريا عن طريق انه بيتجمع حواليها ويلزق فيها وينزل بيها للقاع. وهنا بيجي دور بقى شويه الرمل اللي استغربناهم في الاول، لان الرمل ده بيخلي البكتيريا تحت وبيمنعها تطلع تاني لو الاناء اتحرك بالميه او حاولوا يشربوا، وده لحد ما يغسلوا الاناء ويملوه من جديد. عمليه كيميائيه معقده جدا محتاجه علم ومعرفه كبيره قوي. هي دي الحضاره المصريه، كل يوم بتكتشف فيها